لاغوسة تاع اليوم ان شاء الله راح تكون حلوة للعيد، حلوة بزاف بزاف سهلة. وهاد الحلوة للناس اللي تحب البساطة، الناس اللي ما تحبش الحلوة اللي فيها ترنجيق بزاف، اللي ما فيهاش كريمات الزبدة. وهاد الحلوة مليحة بزاف نشربوا بها قهوة حليب ولا قهوة صباحة العيد. مكوناتها بزاف بسيطة في مقدور الجميع وتخرج بزاف بزاف بنينة. نمر مباشرة نشوفوا مع بعض المقادير وطريقة التحضير. إذا مباشرة في ان ريسيبيون رايحة نحط هنايا السكر العادي نص كأس. نضيف هنايا حبة بيض اللي تكون من الأحسن بدرجة حرارة الغرفة، ومبشور حبة ليمون. هاد الحبة تاع الليمون ولا هاد المبشور يمدلنا ذوق رائع في هاد الحلوة، مع قرصة ملح. ورايحة نضرب الكل مع بعض بالمضرب الكهربائي على سرعة عالية حتى يدوب هذاك السكر ويتضاعف حجم الخليط تاعنا، يعني حتى يولي شوية بيض وكثيف. من بعد هنايا راح نضيف الزيت النباتي، راح نضيفوه بهذا الشكل يعني بالتدريج، وفي نفس الوقت راني ندرب باش يتجانس ويتخلط مليح مع البيض والسكر ونتحصلوا على كريمه. وهنايا بالنسبه للقطوات ولا الحلويات اللي يكونوا بالزيت فقط، من الاحسن دائما تعملوا المضرب الكهربائي. شوفوا كيفاش الخليط تاعي ثقال هنايا لانه دربناه مليح. من بعد راح نضيف هنايا هادوك الكاوكاو، هنا تقدروا تضيفوا ايضا شويه تاع الجلجلان. الكاوكاو تاعي راهو محمص ومطحون رقيق، ومغرف كبيره تاع حلوه الترك. هاد حلوه الترك ثاني تمد بنه لهاد الكاطو، ونزيد نضرب الكل مع بعض. من بعد راح نحي المضرب الكهربائي، وراح نضيف هنايا نشاء الذرة اللي هما 3 مغارف كبار مع كيس خميرة حلوى. وراح نبدا نطم في العجينه تاعي، راح نضيف الفارينه بالتدريج حتى نتحصلوا على عجينه اللي تكون طريه. لازم تخلوها طريه وفي نفس الوقت ما تلصقش في اليد. هكذا شوفوا راني طميتها بلا ما نعجنها. شوفوا كيفاش القوام اللي تحصلنا عليه، لازم تكون العجينه تاعنا طريه. هاوليكم قوامها كي نشكلوها ما تتشققش معانا. ومباشرة راح نبدا نشكلها. راح نعمل كرة يكون وزنها، انا هنا هاد الحلوة تاعي عملتها وزن 35 غرام، نتوما من الاحسن اعملوهم 30 غرام باش يجوكم صغار شوية على هكذا، وتتحصلوا على كمية اكثر من اللي تحصلت عليها انايا. عملوهم 30 غرام ولا 27 غرام، وحطوهم في الصينية اللي تكون مغبرة بالفارينة ولا فرشتوها بورق الطهي، وندخلوها للفرن اللي يكون مسخن مسبقا على 180 درجة. وفي هذا الوقت راح نحضر كلاصاج فيريرو اللي نحتاج فيه. ديت هنايا 250 غرام من الباطا كلاصي، عملت خليط بين شوكولا بالحليب وشوكولا نوار. وانتم اكيد تقدروا تعملوا خليط كما انايا ولا تعملوا وحده اللي تفضلوها. نقطعهم الى قطع صغيره وراح نحطهم في ان ريسيبيون ونحطهم يذوبوا فوق بان ماغي. وبعد ما وجدت الحلوه تاعي وبردت تماما والشوكولا ايضا ذابت، هنايا شوكولا حنضيف لها 2 مغارف كبار تاع الزيت النباتي، نخلطها مليح. ومن بعد راح نضيف هنايا 4 مغارف كبار تاع الكاوكاو اللي يكون محمص ومطحون متوسط، يعني ما ديروهش مطحون رقيق هكذا. وحاولوا انكم دائما الكاوكاو اللي ولا المكسرات اللي تعملوا بهم الفيريرو تنحيوا لهم هذاك الرطبه ولا كيفاش نقول ولا اللي يكون ارطب، يعني غربلوهم، خليو غير الكاوكاو اللي يكون متوسط. ومباشره راح نبدا نقلاصي الحلوه تاعي. وبلا ما ننسى البنات بالنسبة للمقادير اللي سبق لي وذكرتها، يعني كأس زيت مدلي 19 حبة تاع حلوى. وبعد ما كملت قلاصيت كامل الحلوى تاعي، زينتهم هنايا بلا فايدور، يعني تزيين جد بسيط وحلوة بزاف بسيطة وما فيهاش مكونات كتيرة كما شفتوا. ونتحصلوا على حلوة من اروع الحلويات، تجي بزاف بنينة كما قلت لكم، سيرتو مع قهوة حليب، يعني بصراحة ما تتشبعش.